هذا خوي الله يعطيه العافية مبارك أبو السلطان، الله يعطيه ألف عافية. الله يسعدك ويبقيك يا رب. الله يطول عمرك. هذا حفيد عادم مخلوي، الله يغفر له ويرحمه. الله يرحمها ام مخلوي. اي والله. الله كانكم قد سمعتوا عنها ام مخلوي، بيت ام مخلوي على ايام منفوحه. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه يا رب. آمين. أبغى الحين تتكلم لأنك أنت يعني مقرب للعائلة. أبغاك تتكلم عن بيت أم خلوية، عن وين جت وعيالها ويعني كل حياتها تقريبا بالمعلومات اللي أنت عندك، وأكيد عندك شيء. أبدا أنا بعطيك على قولتهم ما في جعبتي من معلومات. يعني من طبعا جدي خلوي هو ولدها، الله يطول في عمره. الله يطول في عمره. طبعا باقي حي، الله يعطيه الصحة والعافية. ما شاء الله. خلوي بن مرزوق آل عمار الدوسري. ما شاء الله. طبعا هو جدي ابو الوالدة، الله يطول في عمره. والوالد لا اله الا الله ماخذ بنت خاله امي برضو شو اسمه جدتها ام خلوي بعد كذلك. ما شاء الله. الله يرحمه. ام خلوي من الطرفين على قولتهم، من ناحيه الوالد ومن ناحيه الوالده جدتهم طبعا هي. فانا اعتبر يعني الحفيد، خلينا نقول الحفيد الثاني لام خلوي الله يرحمها. الله يرحمه. من طرف الوالد ومن طرف الوالد يعني بالتسلسل. الله يرحمه. فأم خلوي هي أول شيء كانت وين أصلاً؟ هي في الرياض؟ كانت بالأفلاج. في الأفلاج؟ إيه، في منطقة ما يحضرني اسم المنطقة، بس إنها قريبة من السيح. نعم. جت من الأفلاج يا طول العمر، يمكن في عهد الملك عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمه. بعد ما توفى زوجها. نعم. كانت يعني انقطع عنها الرزق. يعني كان هو العائل لها. طبعا زوجها الله يرحمه. الله يرحمه. فكان عندها بنتين في ذاك الوقت وولد اللي هو ولدها خلوي، اللي هو جدي الله يطول في عمره ان شاء الله. كان جدي خلوي عمره يمكن تقريبا 3 سنوات تقريبا، على حسب ما سمعت من جدي يقول كان عمره حدود 3 سنوات إلى 5 سنوات، يعني توه واعي على الدنيا. يقول كان جايين على اللوري من لا اله الا الله الافلاج. الله يا الدنيا. الله المستعان. اللوري اللي يجيك خشب، اللي نشوفه في الافلام المصريه. ايوه. نعم. والافلام القديمه السعوديه على ايام الملك عبد العزيز. صحيح. جايين من الافلاج للرياض، يطول لهم يمكن خذوا لهم 3 ليالي على بال ما وصلوا للرياض. نعم. جو عند بنتها. نعم. كانت بنتها متزوجه مستقره في الرياض. جت عند بنتها هذه خالتك طبعا. بنتها ولا شو تصير لامك؟ بنتها يا طول العمر خالة انا طبعا في الشربكه ذي ما حوسه شوي. بس انها بنت ام خلوي اللي كان المستقره متزوجه في الرياض. هي كانت متزوجه. هي تزوجت قبل وجابت بنت. نعم. بنتها تزوجت طبعا وجت استقرت في الرياض. نعم. وتزوجت ثانية مرة، جابت لا إله إلا الله اللي هو جد خلوي. نعم. وجابت بنتين من الزوج الثاني. ما شاء الله. بعد ما توفى الزوج الثاني جت عند بنتها المرجلها الأول. نعم. في الرياض. في الرياض. في منفوحة بالضبط. في منفوحة. وقعدت عند بنتها تدور الرزق. نعم. بحكم ان يعني منطقة الأفلاج ما في خيارات رزق. أكيد. جميع جميع المناطق. نعم. اللي في مناطق الرياض محافظاتها ما كان في رزق، كان فيها العاصمة وقتها. نعم. بحكم السوق الديرة كان فيه يعني خيارات رزق كثيرة من بيع وشراء. كانت الله يرحمها تحاشر الرجاجيل وتدخل السوق وتبيع وتشتري. يعني على قولتهم بنت رجال. والله بنت رجال على ما قالوا. نعم. وبعدها جاء حكم الملك سعود الله يرحمه. في ذيك الفترة كان فيه اللي هو نسميها الطفرة بدخول البترول. من البترول الحمد لله في ذيك الفترة وزاد الخير، وكان فيه توزيع المنح. ما شاء الله. المنح الأراضي. وهي كانت من الناس اللي شملها منحة أرض في منفوحة. ما شاء الله.
اللي هو بعد كذا صار بيت ام خلوي اللي يتكلموا عنه اللي صار مشهور يوم صار عاد عنده المنحة. معلم اقول الان ما هو اختفى البيت. وش صار عليه الحين حاليا؟ الحين تقريبا قبل خلينا نقول اكثر من 10 سنوات باعه جدي خلوي وشراه واحد وهده وبنى فيه عماره في منفوحه. طبعا خلاص ما عاد له اثر البيت. نعم. اللهم بس المتبقي يمكن البراحه اللي كانوا يلعبون فيه السامر. نعم. نرجع موضوع الارض. نعم. فلما جت المنحه قامت الله يرحمها ام خلوي سورته. نعم. فخلته زي الحوش يعني تحط فيه العلف ويعني تخزن فيه الباقي من الدقيق التمر زي المستودع. اي زي المستودع مخليته. نعم. لين جاء الله يرحمه واحد قال له بن سرحان. كان عنده مكتب عقار في ذاك الوقت. طبعا هذا في عهد الملك سعود تقريبا او بعد ما دخلوا في عهد الملك خالد فيصل الله يرحمه. المهم انا ماني بالدقيق في التواريخ. نعم. لكن جاء وشار عليها قال يا ام خلوي ليش ما تخلينه بيت شو اسمه تأجرينه للزواجات. فاستغربت ام خلوي قالت وش اجر يعني البيت يعني ما كانت يعني متصوره انه بيكون بيت للزواجات. لين عاد اقنعها بن سرحان الله يرحمه وقعدت يلا خلينا نأجره. قام وهو أجره لها وصار فيه زواج. ومن بعد ذاك الزواج صاروا الناس يدلون ذا البيت. نعم. صاروا الناس هبل من بعد ذاك الزواج صاروا الناس يصير زواجاتهم في ذاك البيت. نعم. وتعرف ذيك الأيام السامر كان وش أقول لك يعني كان محبوب عند الجميع. محبوب عند الجميع وكان يعني متنفس. نعم. واللي يبي سامر بيجي ذا المكان. كان متنفس لهم ذاك السامر. يعني ما كان فيه متنفس غير السامر يعني بحكم انه يعني فن شعبي وموروث متوارثينه. وكان يعني السامر في زواجات يؤدونه. هذا صار كل من صار فيه زواج صار فيه سامر في البرحه. كانوا الحريم يحطونهم في ذا البيت اللي هو بيت ام خلوي. نعم مزبوط. اللي هو عباره عن حوش. يعني الناس متخيله متصوره ان البيت وش هو قصر او انه يكون بيت كبير. لا هو عباره عن حوش وتقريبا ارض مسطحه داخل الحوش. وكانوا يفرشون الزل ويحطون شو اسمه العقود عليه. نعم. وكانوا الحريم ترى يقعدون بالارض. كان كل عائله كانوا يقعدون حلقات في وسط البيت بساطة. وكانوا يطبخون قدام البيت وكانوا يفرشون الزل قدام البيت ويحطون العقود. وكانوا يلعبون السامر قدام البيت. ومن عقبها يعني صار البيت مشهور على قولتهم خلاص لا من صار فيه زواج عرفوا انه يصير فيه سامر. ايوه هذه يعني زي ما تقول بوليفارد الاولين. هذا على قولتك ما شاء الله. طيب وش سالفه البيت مسكون مجمع جن الكلام هذا اللي قاعدين نشوفه ما اتوقع مو صحيح. صغار العقول اللي يتكلمون عنه ان البيت او يعني للاسف ارتبط الجان او الزار باسم ام خلوي او اسم ام خلوي خلاص ارتبط بزار وجان. فالوضع هذا يعني مو بصحيح والمسألة ما فيها الناس يأدون سامر يسمرون ويسمرون وتنتهي سمرة على قولتهم على قبل اذان الفجر بربع ساعه وكل يروح لبيته. والله لا له علاقه لا بسامر ولا لا بزار ولا جن ولا هم يحزنون. الا بالعكس كانت ام خلوي الله يرحمها مره خيره وراعيه دين وما لها بالامور هذه ولا لها علاقه بزار ما زار والخرابيط هذه اللي يتناقلونها الناس. ما شاء الله تبارك الله. وش خلى الناس يعني هي الله يرحمها كم لها متوفيه تقريبا يعني تقريبا يمكن 43 سنه او 45 سنه.
وش اللي خلى الناس الين الحين تتكلم على ما شاء الله تبارك الله على واحدة متوفية الله يرحمها ويغفر لها من 43 سنة؟ وش اللي خلى الناس الين الحين ما نستهم؟ ممكن صيتها الطيب يعني اللي لحقوا على فترة أم خلوي، حتى لو تجلس مع كبار السن اللي لحقوا على أم خلوي بيت أم خلوي راح يذكرونها بالخير لك للأمانة. ما شاء الله. لكن اللي بيتكلم يقول زار وجان وسكن واستنزال وما ادري ايش، هذول اللي جو بعد وفاة ام خلوي يعني بفترة. نعم. ولازم الاشاعات طبعا. ولازم الاشاعات لان للاسف انا اقولها للاسف مرتبط السامري بالزار على طول. سامري زار استنزال. أنا أشوف الفكرة ذي خطأ، لأن السامري فن جميل خطأ ولازم تتصحح لدى الجميع. نعم. أن السامر فن أصيل موروث من منطقة نجد. نعم. من على قولتهم من شمال نجد إلى جنوب نجد الوادي الدواسر. طبعا السامر فيه له أنواع، فيه السامر الدوسري، فيه أهل العارض اللي هم مزاحمية وضرومة والعنبرية وسدير، هذول أهل العارض. نعم. السامري تبعهم جميل وراكد. صحيح. وهادي ويسمرون ينبسطون. وعندك سامر اهل جنوب نجد اللي هم الافلاج وادي الدواسر، يعني يصير رتمه شوي سريع. صحيح. وبالعكس الكلمات اللي فيها لا فيها كلمات شركيه. نعم. ولا فيها كلمات على قولتهم اسامي جان، على قولتهم هذول انتم قاعدين تستدعون جان. لا، هذا ممكن فيه فنون ثانية مثلا. صحيح. غير السامر. صحيح. اللي فيها أسامي جان والعياذ بالله. نعم. الله يجينا أنه وياهم بالإحسان. لكن السامر لا فيها كلمات غزلية طربية وطربية. لكن ممكن اللي نشوفهم في الميدان يعني في السامر اللي يقولون عنهم مستنزلين أو هذول ممسوسين بالزار، ممكن هذا تلقاه تحصلون عنده قصة أو موقف حصل له فحب يعبر عن الشيء هذا. تعرف الفلسفة الزايدة يقول لك الهرمونات ما ادري وش اللي طبعا الأمور هذه يعني تدخل في علم النفس. أنا ما أنا ملم فيها، بس في الغالب أهل علم النفس يقولون إن الإنسان يوصل لمرحلة أنه يكون خارج عن السيطرة. فقاعد يتصرف تصرفات يعني خارج عن الإرادة. فالغالب اللي نشوفهم في الميدان يعني خاصة فن السامر، بحكم فن السامر بعيد كل البعد عن الأمور الكلمات. يعني نتكلم بالكلمات عن الأمور الشركية والأمور اللي فيها أسامي جان أو استدعاء جان. فتلقاه سمع بيت تذكر مثلا محبوبته أو تذكر موقف صار له، فتلقاه في الميدان على قولتهم على رقص الطبول الطيران متحمس. لا هذا الموضوع ما فيه يعني. أم خلوي الله يرحمها عيالها ما عاد باقي إلا واحد اللي لا بقى بنت وولد هم اللي على قيد الحياة. اللي هو خلوي الله يطول في عمره اللي هو جدك من ناحية الأم. نعم. وبقت بنتها لطيفة الله يطول في عمرها من ناحية جدتي من ناحية الأب. بحكم يعني أنا زي ما قلت أول الفيديو أن أبوي ماخذ بنت. نعم. صحيح. خالة. صحيح. بنت خالة. صحيح. نعم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا أم خلوي اسمها الحقيقي بتلة الدوسري. بتلة الدوسري. نعم. ما شاء الله تبارك الله يعطيك الصحة والعافية، ومعلومات أخذناها زينة وما قصرت، وشكرا على المعلومات القيمة هذه، والله يغفر له ويرحمه. معليش بس نقطة هو بس بيبينها. نعم. يا لا قلت لك لو تسأل كبار السن اللي لحقوا على أم خلوي الله يرحمها وليش الناس قاعدين يتداولون اسمها إلى الآن. نعم. غريب. فقلت لك يعني أم خلوي الله يرحمها كانت إنسانة خيرة، كانت الله يرحمها كان من بعد ما كانت تأجر البيت. نعم. توزع أنواع الرزق ذيك الأيام، كان الخير عندها ما شاء الله واجد. وكان عندها بيوت غير بيتها اللي كانت تأجر للزواجات. كانت الله يرحمها على كلام الوالدة الله يطول في عمرها
آمين. تقول انها كانت تتجمعنا هي وخالاتي نعم. وعماتي ما شاء الله. كانت تخليهم يقطعون البصل والطماط، وكانوا هم اللي يذبحون الذبيحه ما شاء الله. ويقطعونها ويقومون تخليهم توقف على رؤوسهم ما شاء الله. ويطبخونها، وكانوا يطبخون العيش. نعم. وكان يا طول العمر طبعا هم كانوا في منطقة منفوحة اللي هو حي النسيج. أي. معروف عند أهل الرياض. نعم. فحي النسيج كان مرتفع. نعم. وكان فيه حي مجاور لهم كان نازل شوي يسمونها سكيرينة. نعم. يقولون كان سكيرينة ذيك الفترة كانت أغلبها عشش وخيام وناس ترعى الغنم وذا. نعم. وناس يعني على قد حالهم. كانوا يطبخون العيش زي ما قلت ويطبخون اللحم وذا. كانت الله يرحمه مخلوق توصي أحفادها اللي هو أبوي الله يرحمه وعمي ويطول في عمره واللي في عمرهم. نعم. كانوا يخلونهم ينزلون القدور لين جهة سكيرينة اللي هو طبعا ما شاء الله من كلام عماني وخوالك. ايوه خوالي ذيك الفترة يقولون انهم كانوا ينزلون القدور ويوزعون على شو اسمه اللي ساكنين بوسط العشش والخيام. كانوا يجون وياخذون من الرزق اللي طبعا الرزق من الله. نعم. اللي ارسلته مخلوي لهم. نعم. كانت كل بين فترة وفترة هبد وما تقصر. كانت تساعد المحتاج. وكانت حتى مرت من المرات جتها وحدة. نعم. قالت لها يا مخلوي أنا زواجي قريب لكن إن تعرفين الحال على قد الحال، حنا على قد الحال ولا عندنا استطعنا نستأجر. نعم. كان أجاره تقريبا على حسب ما سمعت كان 100 ريال تقريبا أجار البيت. وكان 100 ريال ذيك الفترة كان قوية شوي وشويات. نعم صحيح. فقالت لهم مخلوية هبد متى زواجك؟ قاعد في اليوم الفلاني. قالت قومي عرسس والله يستر عليك وهذه عن تمني. الله يجزاه خير ويطول في عمره. فأقول لك يعني كان هذا السبب اللي خلى اسم أم مخلوي أو يتداول ليومنا هذا. ما شاء الله. إيه نعم. يوم تتوفى الله يرحمها وفتها طبيعية؟ إيه لا كبر في السن. إيه. وجدك خلوي اللي هو ولدها كم كان عمره يوم تتوفى هي؟ تقريبا هو الحين عمره تقريبا قريب 85. ما شاء الله. في 50 38 إلى الأربعينات يعني ما بين 38 و 45 سنة. الله يعطيك العافية ولقاء جميل والله يعطيك العافية. في شيء تبي تضيفه ولا؟ أبد هذه حقيقة أم مخلوي اللي تقولون عن أم مخلوي إن المكان مسكون وزار وما أدري إيش. لا هذا الموضوع ما فيه. وإن شاء الله إني قد أفدتكم بالفيديو. الله يعطيك العافية. نشوفك على خير إن شاء الله. وأنت من أهل الخير.